المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. البلاد تحتفل بالذكرى 34 لعملية فنقل التاريخية بحفاوة كبيرة. اختتام فعاليات الذكرى 34 لعملية فنقل التاريخية بالمآدب الشعبية. وزارة الزراعة تنظم يوما للمزارعين بالتركيز على تهجين بذور الذرة. الكونغرس يوافق على بيع تركيا مقاتلات F-16. مانيلا تتهم سفنا صينية بالقيام بمناورات خطيرة قبالة سواحلها. والرئيس ميقات يستقبل وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أقيم مساء يوم أمس 10 من فبراير الاحتفال الرسمي بالذكرى 34 لعملية فنقل التاريخية بحضور فخامة الرئيس سياس أفورقي وكبار مسؤولي الحكومة والجبهة والوزراء، وكذا قادة الجيش وآلاف المواطنين من الداخل والخارج. وهنأت رئيسة لجنة تنسيق الاحتفالات بإقليم شمال البحر الأحمر السيدة زينب عمر الشعب الإريتري بهذا الحدث التاريخي، وشكرت كل من ساهم في الاحتفال وكذلك الفنانين والأفراد. وقالت إن احتفال هذا العام يتضمن معارض فوتوغرافية ومادية وأنشطة ثقافية وفنية ورياضية وندوات ومسابقة معلومات عامة وحفلات شعبية، فضلا عن التمتع بالثروات البحرية وغيرها من الأنشطة. كما شكرت الجهات التي بذلت جهدا حثيثا لإنجاح الحفل وكذلك الفنانين والأفراد. من جانبها قالت حاكمة إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبراهام إن إحياء ذكرى عملية فنقل هي مناسبة تدفع لمراجعة وتذكر ذلك النصر التاريخي والمثابرة التي أظهرناها في تلك العملية، مشيرة إلى أن الاحتفال البهجي الذي نظمناه والصمود والبسالة والاستشهاد الكبير الذي دفعناه والنضال المرير الذي خضناه لإحباط المؤامرات والغزوات الهادفة لوضع سيادتنا على المحك هو تعبير عن اعتزازنا بتلك العملية البطولية. وقالت إن عملية فنقل هي رمز معجزات وبطولات الشباب الإريتري، مضيفة أن البطولات الموروثة أكدت من جديد أن إريتريا ستبقى دولة كريمة ومحترمة أبد الدهر، كما أنها ساهمت في إفشال كافة العدائيات المعلنة لإركاع الشعب والحكومة الإريترية خلال المراحل الماضية. واليوم أيضا لا شك أننا سنحبط كل أشكال المؤامرات والدسائس بالوعي والمثابرة. هذا وقد سلط الاحتفال الذي استمر ساعتين وتم بثه على الهواء مباشرة عبر الفضائية الإريترية وصوت الجماهير الإريترية وإذاعتا زارا ونوما، سلط الضوء على البرامج التي عكست بطولات قوات الجيش الشعبي ونضال الشعب وغيرها من القيم الوطنية. اختتمت فعاليات الذكرى 34 لعملية فنقل الإعجازية التي نظمت بحفاوة كبيرة تحت شعار فنقل منارة التحرير. اختتمت يوم الأحد 11 من فبراير بتنظيم مآدب شعبية وأنشطة رياضية وثقافية. وقد أقام سكان إدارات مدينة مصوع خياما جماعية في مناطقهم تعظيما لإحياء عملية فنقل الذكرى 34 مثل العام الماضي، حيث استقبلوا ضيوفهم بأبهى الصور الاستضافة، مما زاد ذلك طابعا احتفاليا أكثر روعة. وقال السكان إن عملية فنقل التاريخية التي بشرت بنهاية الاستعمار كانت نتاج مآثر بطولات الشعب الإريتري، وأن الحياة المستقرة التي نستمتع بها هي نتاج التضحيات الجسام التي دفعت من أجل ذلك، وهذا يحمل كافة الإريتريين مسؤولية رزينة وترسيخ القيم الوطنية. وقالوا أن المؤامرات والمخططات التي خيضت لإنتهاك سيادتنا ووجودنا تم تجاوزها بصمود ووجود ووحدة الشعب الإريتري، بالإضافة إلى ذلك أن إحياء الذكرى 34 لعملية فنقل يتم الاحتفال بها هذا العام في وقت نتقدم فيه نحو مرحلة واعدة من التطور، مما يزيد ذلك تحمل مسؤولية رزينة.
وقال المواطنون الذين أدلوا بآرائهم إن شعب إريتريا وقيادته سيحققون أهدافهم بلا شك من خلال التركيز على التنمية والتقدم، معبرين عن إيمانهم الراسخ بأن تظهر ذكرى الإحياء القادمة أكثر سطوعا من هذا العام الذي شهد فعاليات رائعة وممتعة. تم الاحتفال بالذكرى 34 لعملية فنقل في الفترة من 9 إلى 11 من فبراير من خلال أنشطة رياضية وثقافية وفنية ومآدب شعبية ومعارض مرئية ومادية والتمتع بالموارد البحرية وغيرها من الأنشطة. أقام معهد حلحلة الوطني للبحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة في 8 من فبراير في اجتماع نظم بمناسبة يوم المزارعين بالتركيز على تهجين بذور الذرة، حيث حضره كبار المسؤولين بوزارة الزراعة من بينهم وزير الزراعة السيد رفعين برهي ومسؤولون زراعيون وخبراء من إقليمي الجنوب والأوسط وممثلون عن المزارعين. وشاهد المشاركون عملية التهجين بشكل عملي فضلا عن نتائج بذور الذرة الملقحة على يد خبراء محليين. وقال مدير فرع أبحاث تحسين المحاصيل وكبير باحثي المحاصيل السيد نجوس أبراهام إن وزارة الزراعة أطلقت بالتعاون مع شركاء التنمية عام 2007 عملية إكثار وتوزيع أصناف الذرة في بذور الذرة الملقحة التي وصلت إلى مستوى التوزيع، موضحا وصول أكثر من 11,000 كنتال من بذور الذرة المهجنة إلى أيدي المزارعين حتى العام 2022. ووفقا لتصريحات السيد نجوسي تم زراعة 8 أصناف مستوردة من الذرة في حقول المزارعين في مناطق إقليمي الجنوب والأوسط وفي مقر المعهد الوطني للبحوث الزراعية في حلحلة، واختير أحد أصناف من خلال نتائجه أفضل صنف، وقد بدأت عملية التهجين عام 2022. وأضاف أنه تم زرع الجيل الأول من تلقيح البذور الأولى والثانية في حقول المزارعين في ذات العام، وتم الحصول على متوسط إنتاج يتراوح بين 62 إلى 75 كنتال من الهكتار الواحد. وأضاف أنه لمزيد من الكفاءة تم الاستمرار في طرق التلقيح الثلاثي، كما استمر التبادل المعرفي بين الباحثين وخبراء الإرشاد الزراعيين والمزارعين. وقال خبراء زراعيون بهذه المناسبة أن بذور الذرة المجربة في حقول المزارعين المعروفة باسم الوالد الثالث يجب أن يتم إكثارها دون أي تهجين، حاثين الخبراء على تسليح أنفسهم بالمعرفة المماثلة والعمل بجدية مع المزارعين. قال المزارعون المثاليون الذين زرعوا بذور الذرة الملقحة في اتجاهين العام الماضي والذين أدلوا بشهاداتهم حول الإنتاج المشجع الذي حصدوه مشاركين في يوم المزارعين، قالوا إنهم وجدوا استخدام سماد الأسماك السائل للحماية من آفة الحصاد أمر في غاية الأهمية. قدمت مدرسة أفعبة الثانوية يوم 7 من فبراير جوائز تحفيزية ل13 طالبا من منتسبي الدفعة 35 للخدمة الوطنية، بما في ذلك 4 طالبات الذين حصلوا على درجات عالية في امتحان الشهادة الوطنية الثانوية. وفي كلمته خلال الحفل هنأ مدير المدرسة الأستاذ الأمين عبد الله الفائزين بالجائزة، وقال إن الحدث يثير الغيرة المقدسة بين الطلاب. وقال مدير مديرة أفعبة الأستاذ محمد علي إدريس إن علامات النجاح الإجمالية في الامتحان الوطني مشجعة من حيث عدد الطلاب الذين نزلوا إلى سوا، لكن عدد الطلاب الذين أكملوا تعليمهم الثانوي بشكل صحيح ليس كما ينبغي، ودعا إلى زيادة التعاون بين أولياء الأمور والمعلمين والجهات المعنية. وقال سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في المديرية السيد صالح جابر والمدير التنفيذي للمديرية السيد قسقس مزقبين الفائزين بالجائزة يؤمنون بأن التعليم هو أساس كل التنمية، مشيرا إلى أن أمامهم مهمة كبيرة لإكمال تعليمهم الجامعي وسداد الجميل للشعب والحكومة الذين علموهم. مشاهدينا، كانت هذه الأنباء على الصعيد المحلي. نتابع بعد فاصل قصير الأنباء على الصعيد العالمي.
أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أعلن السفير الأمريكي في تركيا جيف فيليك أن الكونغرس وافق رسميا على بيع مقاتلات F-16 لتركيا، الأمر الذي ينهي أشهر من المفاوضات بين واشنطن وأنقرة في هذا الصدد. وأكد فيليك أن أسطول تركيا من طائرات F-16 يحمل أهمية بالغة بالنسبة لقوة حلف الشمال الأطلسي الناتو، ويضمن إمكانية التشغيل البيني المستقبلي بين الحلفاء. وكانت الحكومة الأمريكية وافقت في 26 من يناير الفائت على هذه الصفقة البالغة قيمتها 23 مليار دولار، وذلك بعد 3 أيام من تصديق أنقرة على انضمام السويد إلى الناتو. وأوضح مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة لم توافق على بيع المقاتلات إلا بعد ما تلقت من تركيا في شكل ملموس أدوات تصديقها على انضمام السويد إلى الناتو، مما يعكس الطابع البالغ الحساسية للمفاوضات التي سبقت التوصل إلى الاتفاق. اتهم خفر السواحل التابع للفلبين سفنا صينية بالقيام بمناورات خطيرة خلال دورية استمرت 9 أيام بالقرب من منطقة شعاب مرجانية قبالة سواحل الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا. ونشرت مانيلا سفينة BRB تيريسا ماغبانو في وقت سابق هذا الشهر للقيام بدوريات في المياه المحيطة بمنطقة سكاربورو شول ببحر الصين الجنوبي، بالإضافة إلى ضمان سلامة الصيادين الفلبينيين في المنطقة. وأشاروا إلى أن 4 سفن تابعة لخفر السواحل الصينية كانت تتبع السفينة الفلبينية خلال الدورية في أكثر من 40 مناسبة. وبين مانيلا وبكين سجل طويل من التوترات في بحر الصين الجنوبي الذي تمر عبره سلعة تجارية تقدر بمليارات الدولارات سنويا. استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان في بيروت. في خلال الاجتماع أكد الوزير الإيراني ضرورة تضافر كل الجهود للتوصل إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والوصول إلى حلول عادلة لكل دول المنطقة. وأعلن حسين أمير عبد اللهيان من بيروت عن رسائل بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية في الأسابيع الأخيرة، مشيرا إلى أن واشنطن طلبت من طهران التدخل مع حزب الله لعدم الانخراط على نطاق واسع وكامل في هذه الحرب على إسرائيل. وقال الوزير الإيراني في نهاية زيارة استمرت يومين للبنان إن الاتجاه هو نحو حل سياسي في غزة، مؤكدا عدم رغبة بلاده بتوسيع الحرب. واعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن هجوما إسرائيليا واسع النطاق على لبنان سيمثل نهاية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. استمرت مظاهرات المزارعين الإسبان وسط إغلاق السلطات الطرق المؤدية إلى العاصمة مدريد. وخرج المزارعون بجراراتهم لإغلاق عدة طرق سريعة بعد أن أعلنوا سابقا عن نيتهم التوجه والتظاهر في مدريد. وتشهد عدة دول بالاتحاد الأوروبي مثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وبولندا وجمهورية التشيك والمجر والبلغاريا وألبانيا مظاهرات المزارعين المعترضين على سياسات الاتحاد الزراعية. ويطالب المزارعون باتخاذ تدابير لمكافحة ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض الأرباح والمنافسة غير العادلة مع المنتجين من الدول خارج الاتحاد الأوروبي. في بولندا والمجر بالتحديد يطالب المزارعون بوقف التدفق غير المنضبط والإعفاء الجمركي للحبوب الأوكرانية، وهو ما يعرض محاصيلهم لمنافسة غير عادلة بحسب قولهم. مشاهدينا الأكارم، نختم نشرة هذا المساء بتذكير أبرز العناوين. البلاد تحتفل بالذكرى 34 لعملية فنقل التاريخية بحفاوة كبيرة. اختتام فعاليات الذكرى 34 لعملية فنقل التاريخية بالمآدب الشعبية. وزارة الزراعة تنظم يوما للمزارعين بالتركيز على تهجين بذور الذرة. الكونغرس يوافق على بيع تركيا مقاتلات F-16. مانيلا تتهم سفنا صينية بالقيام بمناورات خطيرة قبالة سواحلها.
الرئيس ميقاتي يستقبل وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذه الفترة. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.